مرحبا بك بشرى. بفضل الله اسمي عندك جميله، هي فيها الابداع، فيها الرسم، فيها هذاك الشيء. دونك حنا تنتواجدوا برواق صالي هنا في كارفور في الرباط، والمناسبه هو معرض فردي في تكلمي لنا على هذا المعرض ديالك، كم من لوحه، واش هذا المشروع اشتغلتي عليه سنوات وعرضتيه اليوم؟ تكلمي لنا على المعرض ديالك. هذا المعرض، السلام عليكم بعدا، شكرا على الاستضافه. المعرض ديالي تنهيئ له شحال هادي لوحات فنيه ثقافيه، نعرف بالثقافه الامازيغيه، الثقافه اللي فات باللوشام، جمال المرأة الطبيعي اللي كانت ديال الخدود الحمر، واحد الحاجه اللي طبيعيه. تنشتغل على الزربيه، كنشتغل على الوشاح اللي كانت المراه هو الستر ديالها، هو يعني رمز من رمز العروبه ديالنا. واشتغلت عليهم واحد المده، والحمد لله اليوم انا في هذا الرواق. بعد ما كان عندي واحد المعرض اخر، عاودت جيت في مراكش، جيت للرباط، حطيت الرحاب فيه باش ندير هذا المعرض، وكنتمنى ان شاء الله يعجب الناس ويكون عند حسن ديالهم. نعم، هذا المعرض هذا واش معرض لاول مره تتعرضيه هنا في هذا الرواق هذا، ولا كنتي عرضتيه وتدير به اون تورني في مجموعه نتاع الاروقه؟ لا، كندور في مجموعه الاروقه، ولكن لا كل لوحه، كل معرض عنده اللوحه ديالو. والحمد لله تيلقى واحد الاقبال من طرف خصوصا الاجانب ولا حتى المغاربه. كل معرض عنده اللوحات ديالو، وكل واحد كنهيئ له اشنو غنحط فيه، يعني ماشي اللوحات اللي سبق العرض. والحمد لله المعرض ديالي ما شاء الله دائما تلقى واحد الاقبال، يعني كيعجبوا الناس بهذه الالوان الساطعه، بالميزه الثقافيه اللي تندير ديال القلعه، واحد الحاجه اللي ربما نقصات. نعم. هذا تنفهم بانك تشتغلي على مشاريع، دونك الفنان التشكيلي دائما تيشتغل. شنو هو المشروع ديالك القادم في الافق؟ شنو هما المشاريع اللي غتبغي تخدمي عليهم؟ المشاريع ديالي ان شاء الله اللي غنخدم عليهم هي نكون واحد التعاونيه ثقافيه فنيه في العالم القروي، باش نعطي واحد الشحنه ثقافيه لوليدات الصغار اللي كيعيشوا واحد الحرمان من بزاف ديال الحاجات ما لقيناهمش في العالم القروي. وكنتمنى تكون عندي واحد الدار خاصه بيا ونعلم بالمجان هذا الفن، لان الفن ثقافه وفن وتراث، وكيعطينا واحد الشباب اللي نقي في الفكر ديالو، في الجسم ديالو. ما كنخليوش الدراري ينحرفوا، الا عطيناهم واحد الحاجه فاش يمشيو وفاش يعجبهم، لان الالوان كيجلبوا، الالوان هما علاج، هما فرح، هما يعني